صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا عندي شويه برقوق. يعني كانوا خلاص يعني طريوا كده، محدش طبعا هياكلهم، فقلت اما اعملهم ايه شويه مربى. وعندي برضو تفاحتين اهم، هنحطهم ومحطوط عليهم ليمون، ليمونه يعني معصوره عشان التفاح ما يسودش. خلاص. عندنا كمان برتقانه هنبتدي نعصرها فوقيهم اهي. وعندك اي فاكهه بقى، واخده بالك؟ ادي البرتقانه التانية. عندنا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بملى ده وبحط عليه 350 جرام سكر. تمام. هنا انا طبعا ملياه كان مره ونص، واخدين بالكم؟ فانا حاطه 450 جرام سكر. تمام. هنا كل المكونات اهي حطيناها، وهنحط معلقه عسل جلوكوز عشان ما تسكرش. طبعا على عسل الجلوكوز موجود عندي مستلزمات الحلواني او عند اي عطار هتلاقيه اهو. لو ما عندكيش ده او مش لاقياه هتحطي معلقه عسل نحل كبيره وخلاص على كده. تمام. هنسيبهم بقى ساعتين 3 في التلاجة لغايه ما السكر يدوب فين في الفاكهه، وبعدين نحطه على النار ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا اهو فات 3 ساعات او 4 مش عارفه الوقت. شايفين نزل الميه خلاص. عندنا هنا كيس جيلي، انا اخترت بطعم التفاح اهو ده. وعندنا معلقه ملح ليمون، طبعا دي في الاخر، والجيلي برضو قبل ما يستوي بشويه يعني. تمام. هحطه على النار بقى ونشوف هيحصل ايه. هنا اهو هو على النار. تمام. بس يستوي هوريكم شكله عامل ازاي. اول ما تطلع الريم هنبتدي نشيله. اهم حاجه ما تسيبيش الريم طالع. هو بصوا شايفين هيبتدي يغلي اهو. شايفين؟ هنوطي اول ما يغلي خالص ويطلع الريم هنبتدي. شايفين اهو؟ علشان انا سبته. شايفين الميه؟ نزل الميه ايه، الفاكهه نزلت الميه بتاعتها. اول ما هيستوي خالص ويطلع الريم واشيله هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا اهي بتغلي. شايفين الريم ده؟ هنطلعه. يبقى معاكي طبق كده وتطلعي الريم. شايفاه الريم اللي هو ده، اللي هو الرغاوي دي. تمام. عشان دي بتأثر عمر المربى، وفي نفس الوقت ما بتديهاش طعم حلو يعني. الريم ده بنشيله، وطبعا كل ما يطلع تشيليه. كل ما تشيليه بتطولي عمر المربى، وانك تقدري ان انت تشيليها يعني تحتفظي بيها مده طويله. طبعا هم الاولاد ما بيسيبوهاش مده طويله اصلا. تمام. اهو شيلي الريم كده. لما تستوي بقى ارجع لكم تاني ونشوف هنكمل نعمل المربى ازاي. دلوقتي احنا الفاكهه دي استوت. تمام. عايزين بقى طبعا نخليها تقدري تفرديها في الساندوتش وكده، فبنحطها في الكبه. عايزه تعمليها في الخلاط ماشي، عندك هاند بلندر تمام، لكن انا ما عنديش هاند بلندر فبعملها هنا فين في الكبه. تاخدي الفاكهه اللي هي القطعه الكبيره دي وتحطيها كده وهتطحنيها. بصي بالتقطيع، يعني مش تفرميها تبقى عامله زي الملوخيه، لا، تخلي فيها ايه حتت. تمام.
طبعا احنا مش هنرمي كل السواد دي، احنا نرجع تاني ايه نكمل على النار اللي احنا بنعمله. بس انا باخد اللي هو الكبير ده عشان ايه نقطعه. عشان كده بقولك مش مهم تقشري او تعملي اي حاجه. تمام. هنبتدي نفرمها. تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة الفرم بالطريقة اللي انا هوريها لك دي، اللي هي طريقة ماشي. تمام. هنشوف هنعمل ايه. احنا هنا هنفتح كيس الجيلي ونحطه في المادة اللي هي العصير بتاع الفاكهة ده. طبعا هو عشان سايب وعشان سخن كمان فهيدوب الايه الجيلاتين دوت. هنضربه كويس اهو. اضربيه. وهنحط ربع معلقه الملح ليمون برضو. وهنحط الايه الفاكهه بتاعتنا اللي احنا ضربناها. شايفين عامله ازاي؟ قطعه بسيطه صغيره، لكن مش هقول لكم بقى ريحه والله العظيم في منتهى الجمال. ريحه حلوه قوي. تمام. هنرجع تاني بقى على النار ونحطها ونسيبها تاخد غلوه على النار كده لغايه ما هوريكم ازاي نشيلها ونعرف انها استوت تماما. هنا المربى بتاعتنا اهي، شايفين في منتهى الجمال. هنعرف ازاي بقى. تحطي المعلقه كده وتعملي خط بصبعك. طول ما الخط ما جاش على بعضه نعرف ان خلاص كده استوت فنطفي عليها. وهنا اهي المربى، شايفين في منتهى الجمال والحلاوه. حلوه جدا وريحتها في منتهى الجمال، واولادك هتحبها جدا جدا. لو عجبتكم قناتي وعجبتكم فيديوهاتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. بنعمل حاجات حلوه كتير هنا. مع السلامه.